السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جايين النهاردة عشان مراتي توريكم بطريقتي انا هعرفها ازاي الفسيخ الجبار. الفسيخ الجبار، ادي الفسيخ الحجم الكبير ده كده. انا جايب ال الخمسة دول عملوا 3 كيلو يعني. السمك البوري ده هو ده اساس التخليل وعمل الفسيخ. بوري بنجيبه اللي هو الراس العريضة دي، عشان فيه الرفيعة اللي راسه رفيعة ده بيبقى طبار ولا دوبار زي ما بيقولوا عليه يعني. عندنا ملح خشن، ملح خشن. هنحط عليه معلقة كركم، معلقة كركم عشان يدينا لون جميل كده اهوت. وبعدين هنقلبه، هنقلب الملح بالكركم، وهنحط بقى نحشي ال يلا يا ست يا مراتي. تحط حاجة تاني ولا هو ده بس؟ لا هو ده بس. هتحشي الخياشيم تمليها جامد. على فكرة السمك احنا منش غسلينه، مفيش حاجة اسمها ما بتتغسلش، لا بيتغسل غسلينه، بس انا شربته لغاية ما نشف قوي، وبعد كده كمان نشفته بمنديل يعني. بنملى الخيشومين كده الاتنين، بنملاهم كويس ملح، وبنسكنهم. التخليل بتاعنا هيبقى في كيس بلاستيك، هتحطه كده في قلب الكيس. هنحط ال5 سمكات عشان يزنقوا بعض، يزنقوا بعض. كملي. نخلص بس ال3 سمكات اللي هم تحت، عشان هنديهم ملح برضو من فوق، مش هنكتفي بالملح اللي هو بتاع الخياشيم دي. كمل يا باشا. ولا شغلانه ولا مش شغلانه، حاجه بسيطه جدا جدا، والناس قاعده عامله فيلم من موضوع الفسيخ وازاي وكل واحد. هو بسيط جدا جدا جدا، اي ست بيت العيل الصغير في الشارع يعرف يعمله. حطي بقى ملح كده، هنحط ملح عليهم، رش ملح هنا. جميل قوي. كملي بقى السمكتين التانيين. اهو يا جماعة كده اهو. كده حشرنا الكيس كله ب5 سمكات. هنحط بقى عليه ملح بزيادة، هنحط الملح بزيادة في الكيس عشان نحطه في كيس تاني. هنقفل كده عليه. كده ده السمك بتاعنا عبيناه في كيس. هنيجي من تحت كده برضو ونحط الكيس التاني عشان نقفل، يبقى عملية الغلق محكمة. يا جماعة بعد عملية تحنيط تخليل الفسيخ، على فكرة أهم حاجة فيه إنه ما يبقاش داخل له أي هواء، عشان كده حطيناه في حوالي 6 شنط، 6 شنط.
وكل شنطه نلفها ونعمل بالك وكده بالطريقه دي. وبعد الشنط هنحطه في علبه، نحطه في علبه تكون محكمه ونقفل عليه كويس. وان شاء الله كده على شهر ونص يعني ممكن ناكل منه، وحاجه جامده قوي 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 على العيد ان شاء الله وبالهنا والشفاء. يعني انت مش ناويه تطلعي لها على العيد؟ لا على العيد ان شاء الله على خيرة الله، هي ناويه تصومنا يعني. ماشي يا جماعه، ده الفسيخ. نقول لكم بألف هنا وشفا ومع السلامه. ما تنسوش الاشتراك في القناه والدعم، دعمكم يهمنا جدا جدا جدا.